اهلا بكم يا جماعه، معاكم جوبا. اهلا بكم في الحلقه ال150. كنت اتمنى ان الحلقه دي تكون مختلفه شويه، من حيث ان انت مثلا تكون الحلقه حماسيه او حاجه زي كده، بس للاسف الشديد الحلقه دي يعتبر حزينه يا جماعه. بصراحه لكل مشجعين مانشستر يونايتد الحلقه دي حزينه، وهقول لك ليه. لان حصلت تصريحات كريستيانو رونالدو زلزل فيها عرش مانشستر يونايتد ومن على قمه انجلترا من طيله السنين اللي فاتت دي كلها. تصريحات الحقيقة ناس كتيرة بتنتقد وقتها، وناس كتيرة شايفاها صح، وناس كتيرة شايفة ان لازم التغيير. بص، انا هكلمك بكل مصداقية، ومش هبقى على كريستيانو رونالدو ولا هبقى على مانشستر يونايتد، وهكلمك بكل صراحة عن كل حاجة حصلت. ومن الاخر كده يا معلم، يا ريت من غير زعل. جماهير مانشستر يونايتد تستحمل، وجماهير كريستيانو رونالدو تستحمل الكلام. انا هقرا لك التصريح وهقول لك الحقيقه وكل حاجه عن التصريح من وجهه نظري، وفي النهايه برضو هقول لك هل هو ظالم ولا مظلوم كريستيانو رونالدو في التصريح اللي قاله. اول تصريح خالص بيقول: انا شعرت بالخيانه في مانشستر يونايتد. في بعض الاشخاص ما كانوش عايزيني، مش من الصيف ده بس، لا ده كان من الصيف اللي قبله كمان. في الحقيقه لا، ده ما حصلش. رونالدو كان مرحب بيه من البدايه، اسطوره النادي اللي راجع علشان يرجع امجاد نادي مانشستر يونايتد من تاني. الحقيقه يا جماعه انا ما شفتش الاداره اثرت في مجايب كريستيانو رونالدو الى اليونايتد من تاني. المبلغ اللي طلبه يوفنتوس الا وهو ال 15 مليون يورو تم الدفع على طول، ما فيش اي مشكله، وعايزين يحسنوا صورتهم قصاد الجماهير اكتر. والجليزرز عموما شايفين ان كريستيانو رونالدو هو بعودته مره تانية بيرجع لك النوستالجيا او الذكريات الجميله من تاني بقى، والعوده بقى لكريستيانو رونالدو وبدايه الدون مع مانشستر يونايتد من اجل تحقيق الالقاب والامجاد كلها مع اليونايتد من تاني. بس خلينا نتكلم بصراحه، هل رونالدو كان عايز يقعد في اليونايتد؟ الإجابة هي لا. ليه؟ علشان مانشستر يونايتد ما وصلش للتشامبيونز ليج، وده بالنسبة لكريستيانو رونالدو خط أحمر. رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فبالتالي عايز يلعب في دوري أبطال أوروبا، وده حقه. احنا بنتكلم بصراحة. إدارة مانشستر يونايتد تمسكت بكريستيانو رونالدو وقالوا مش هتمشي. أصر واجتمع مع وكيل أعمال خورخي مينديز مع الجليزرز عموما وقال أنا عايز أمشي من النادي. فبكل بساطة الإدارة قالت له طيب تمام، طالما أنت عايز تمشي ودي رغبتك أنت حر، هات لنا عرض مناسب. جه عرض يابا، وعهد الله ما حصل. مفيش عرض جه لكريستيانو رونالدو. كل أندية أوروبا رفضته في أكبر عار أنا شفته لأسطورة من أساطير كرة القدم، اللي هي لما فعلا الكرة تديك ظهرها. حرفيا حصلت مع كريستيانو رونالدو. مفيش نادي ريدي بيه. خلينا في أسبانيا كده نتكلم، مين اللي فكر إن هو يتعاقد مع كريستيانو رونالدو؟ برشلونة لما اتعرض عليه كريستيانو رونالدو رفض. ريال مدريد طبعا رفض. أتلتيكو مدريد سيميوني كان مقتنع، بس الجماهير ما كانتش عايزة كريستيانو رونالدو، لأنه من الآخر هو دايما معذب جماهير اتلتيكو مدريد، فهيجيبوا لي اساسا هم مش طايقينه. دي حاجه. خلينا نتكلم على ايطاليا. نابولي قال والله انا عندي مشروع شباب. عندك يوفنتوس كده كده الدنيا خربانه، واليجري سبب من اسباب رحيل كريستيانو رونالدو، فاوريدي احنا عرفنا كده. روما هيرجع تاني لجوزيه مورينيو ليه؟ خلينا نتكلم بالعقل يعني. وحتى نادي ما بيلعبش تشامبيونز ليج. نيجي بقى لنادي ميلان اوضاعه الماليه زي الزفت، ولسه بيحاول ان هو يحسن من اوضاعه، واساسا الفلوس اللي معاه يا دوب بيجدد بيها عقود اللاعبين بتوعه. نيجي بقى على انجلترا. مين في انجلترا اساسا كان عايز كريستيانو رونالدو؟ هو نادي واحد، تشيلسي هو اللي كان عنده استعداد ان هو يتعاقد مع كريستيانو رونالدو. تود بويلي اللي كل معلوماته عن كرة القدم انها مدورة كان مصر ان هو يتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وده سبب من اسباب رحيل توخيل عن تشيلسي. وحاليا جراهام بوتر متواجد مع تشيلسي، ولسه الازمات متواجدة في النادي، ومع ذلك تود بويلي شايف ان هو بتواجد كريستيانو رونالدو ده هيكون احسن حل. فبالتالي الادارة ما غلطتش بالتمسك بكريستيانو رونالدو في الفترة دي. احنا كنا متمسكين بيك، طب انت عايز تمشي ليه؟ فهنا رونالدو انا شايف ان هو ظالم في الموضوع ده، مش مظلوم خالص. نيجي بقى للتصريح التاني. انا لا احترم تين هاج، فهو لا يحترمني. اذا لن تحترمني فبالطبع لن احترمك، هذا هو الامر. للأسف الشديد يا جماعة ده اللي قاله كريستيانو رونالدو. ليه التصريح الغبي ده دلوقتي؟ يعني التصريح ده فعلا مش في محله. الكلام ده يا جماعة أنا بقى متقبله من كريستيانو رونالدو أو أي لاعب كرة في العموم لما لاقي كريستيانو رونالدو مشي من مانشستر يونايتد، مش وهو لسه لاعب في اليونايتد. أنت متخيل إن مثلا أنت عندك لاعب بيشتم في المدرب بتاع الفريق؟ يعني من البداية كده هو أساسا بيهاجم مدرب الفريق وهو لسه بيلعب في النادي
النادي اصلا. يعني انت يا رونالدو لما تخلص كاس العالم هترجع هتلاقي تنهاج في وشك اللي انت اساسا هاجمته ده. وعلى فكره يا جماعه هنا رونالدو ممكن يكون عنده حق، بس برضو التصريح ما كانش ينفع. كان عنده حق. انا واحد من الناس قلت انت ما بتحترمش كريستيانو رونالدو بالقدر الكافي، لانك بتفضل عليه لاعب زي مارسيال ما يجيش في جزم كريستيانو رونالدو، يعني على حساب كريستيانو رونالدو في الملعب، وبتخليه هو اللي يلعب اساسي على حساب رونالدو. رونالدو لما جات له الفرصه للاسف مستواه ما بقاش زي الاول وما كانش على قد التوقع، بس نرجع ونتكلم برضو ان هو 38 سنه، فالمفروض ان انت لما تبقى قصادك كريستيانو رونالدو 38 سنه ما تستناش منه كتير قوي. ومع ذلك برضو بالرغم من ان انا بنتقد تين هاج في تعامله السيء من وجهه نظري مع كريستيانو رونالدو، الا انه برضو يعني حاول ان هو يحسن من صورة كريستيانو رونالدو لما كريستيانو رونالدو غلط. كريستيانو رونالدو غلط في ماتش توتنهام لما خرج في الدقيقة 89 لما تين هاج طلب ان هو ينزل وهو رفض ومشي من الملعب. وبغض النظر عن الاداء الرائع لمانشستر يونايتد ساعتها، الاعلام كله اهتم باللي عمله كريستيانو رونالدو. ساعتها تين هاج قال مش هنتكلم دلوقتي على الموضوع ده، خلينا نحتفل بالفوز الاول. بعدها مانشستر يونايتد عاقب رونالدو عقاب صحيح طبعا، ان هو ينزل يتدرب مع الشباب ويفوت الماتش اللي بعده. دي كانت حاجة انا متقبلها جدا في الموضوع ده، ورونالدو نفسه تقبل الموضوع ده. بالنسبة بقى لفكرة ماتش فولهام، رونالدو قال ان هو مريض لتين هاج، فتين هاج قال والله يا جماعه ده طلع قال هو مريض، فبالتالي انا استبعدته ما رضيتش اضغط عليه، وطلع في الاخر مش مريض لانه طلع بعدها في المؤتمر الصحفي. دي حاجه. تاني حاجه ماتش السيتي، ليه ما لعبش كريستيانو رونالدو في ماتش السيتي؟ ساعتها هو قال انا بحترم الاسطوره، وماتش زي ده بالسكور الهائل اللي كان ضدنا الستة كانت صعب جدا ان انا انزل اسطوره الفريق علشان اهينه، انا كده هبقى بدمر كريستيانو رونالدو، ودي حاجه تحسب لتين هاج على فكره. فهو هنا كريستيانو رونالدو ظالم تين هاج في التصريح ده، ان هو بيقول كده على الملأ انا ما بحترموش وهو اساسا لسه بيلعب في النادي. ما هو قال انا ما بحترموش مش هيمشوا تين هاج علشان كريستيانو رونالدو، دي حاجه بديهيه. ومظلوم من تعامل تين هاج في البدايه السيء مع كريستيانو رونالدو مما ادى الى توتر الاوضاع. نيجي بقى للتصريح الثالث. قال كريستيانو رونالدو انا قلت لسولشاير اول ما جيت ان انا هكسب الدوري مع مانشستر يونايتد وان شاء الله هنحقق في السنه دي الدوري، لقيته ضحك عليا فعرفت فين عقليه النادي. معناه صحيح يا جماعه، وهو انه فعلا سولشاير ما كانش مدرب عايز ياخد الدوري. كمدرب انا قلت قبل كده 60 مره على سولشاير والفتره الزفت بتاعته ان هو كان اقصى طموحه ان هو يوصل تشامبيونز ليج، بس ان هو ياخد بطوله كانت صعبه قوي. يعني ان هو ياخد الدوري، هو كان وصل فعلا لقمه الدوري وفقدها سريعا، لان ولا هو عنده عقيده ان انا ممكن اكسب دوري في يوم من الايام، وبالتالي ما قدرش ان هو يزرعها في لعيبته. واللعيبه كمان بصراحه جت في الاخر واتدلعت شويه والدنيا باظت معاهم. فهنا كريستيانو رونالدو الحقيقه مظلوم، لان هو وقع في المنظومه الفاسده دي اول ما جه الحقيقه. وطبعا بما اني بتكلم عن المنظومه الفاسده فتيجي نتكلم على تصريح قصاد رالف رانجينيك اللي هو قال من الاخر كده انا مش عارف ازاي الراجل ده اساسا جه مانشستر يونايتد، هو مستشار رياضي هو بيعرف يعمل مشروع، بس ان هو يجي يمسك فريق بحجم مانشستر يونايتد كانت حاجه انا ما شفتهاش قبل كده. والحقيقه هو عنده حق، بالرغم ان انا واحد من مؤيدين اساسا رانجينيك عموما، لان انا عارف ان الراجل ده بيعرف يعمل منظومه كرويه ناجحه، مستشار للنادي بالشكل العظيم جدا، لانه عمل مجموعه ريد بول، انديه كتيره، ريد بول لايبزيج وعندك ريد بول سالزبورج وبراجانتينو في البرازيل. فبالتالي المدرب ده او بمعنى صح المستشار الرياضي ده هو عبقري في وظيفته. مش مدرب 100%، وبصراحه النتائج ما ساعدتوش، وكان كمان مستلم فريق متدمر. انا مع رونالدو في الموضوع ده، وبالتالي بايد ان هو مظلوم. نيجي للتصريح الرابع. قال انا بعتقد ان الجماهير لازم تعرف الحقيقة، انا عايز الافضل للنادي، بس للاسف مفيش اي حاجة بتدل ان النادي ده هيطلع خطوة لقدام زي ليفربول والسيتي وارسنال دلوقتي. الحقيقة هو عنده حق، لان كل حاجة بتقولك ان مانشستر يونايتد فريق ما فيهوش مشروع من ساعة ما السير أليكس فيرجسون يا جماعة مشي، وفعلا ما فيش مشروع في مانشستر يونايتد، اللهم الا مشروع مورينيو اللي فشل سريعا بعد تحقيقه لبطولة الدوري الاوروبي علشان ازماته المعتادة مع اللاعبين والحكام، والدنيا كانت بايظة في انجلترا بسبب مورينيو، لان هو كان بصراحة كان مربي عداوات مع الناس كلها. فانا بقول لك الحقيقة هو فعلا عنده حق في
في الموضوع ده، بس انا شايف ان تين هاج والله يا جماعه هو فعلا بادئ يعمل مشروع. يعني ده اول مشروع كلير انت شايفه واضح كده قدامك بسبب فكره ان تين هاج متواجد وبيعمل لك المشروع ده من بعد مورينيو. التصريح الخامس معانا وهو ان كريستيانو رونالدو بيقول انا سمعت كلام السير لما قال لي انت مش هتروح للسيتي، فبالتالي انا قلت له اوكي وتمام. يعني هو مش ريو فيرديناند كمان؟ طيب انت ما فكرتش في جماهير مانشستر يونايتد اصلا في خطوة السيتي؟ يعني لو ما كانش السير كلمك ولا هو ولا ريو فيرديناند ولاعيبه مانشستر يونايتد اللي كانوا معاك، كنت هتروح فعلا مانشستر سيتي؟ كان هيروح مانشستر سيتي يا جماعه. خلينا نتكلم بصراحه، الفكرة مش فكرة انتماء بنسبة 100%. لو كان في انتماء بنسبة 100% ما كانش فكر ان هو يمشي. ما كانش الحقيقة ظهرت ان لولا السير أليكس فيرجسون ما كانش رونالدو رجع لليونايتد، ده كان راح لمانشستر سيتي العدو الرايفل بتاع مانشستر يونايتد. ودي كانت حاجة ما حدش هتقبلها خالص يا معلم. الواحد كان هيبقى قلبه بيتقطع وهو بيشوف كريستيانو رونالدو بيلعب في السيتي وبيجيب جول في مانشستر يونايتد مثلا. دي بصراحة كريستيانو رونالدو يعني ظالم فيها، لان هو مش دي الحقيقة الكاملة. الحقيقة ان هو كان رايح مانشستر سيتي للأسف. وبما اننا اتكلمنا على السير فنيجي للتصريح السادس، وهو ان قال بعد السير ما اتغيرتش اي حاجه في مانشستر يونايتد، لسه الملاعب زي ما هي، ما فيش بنيه تحتيه خالص في النادي ولا جاكوزي ولا اي حاجه. حتى الطباخين هم بالرغم ان انا بحترمهم، بس انا بقصد ان ما فيش اي حاجه اتغيرت في النادي من ساعه ما انا مشيت اصلا، ومن ساعه ما انا جيت في 21 سنه او 22 سنه في الفتره دي ما فيش اي حاجه اتغيرت. وعلى فكره دي حقيقه يا جماعه. الاولد ترافورد ما اتجددش ليه؟ الاولد ترافورد ما اتجددش وبقى استاد زي الاستادات اللي هي الاليانز مثلا بتاع بايرن ميونخ، ولا الاليانز الخاص باليوفنتوس. انا بدي لك مثل، يعني ليه ما اتجددش؟ هل الانديه دي اقل منك في حاجه؟ لا طبعا. تحس ان لسه الاولد ترافورد اولد زي ما هو، لسه قديم، لسه ما فيهوش اي تجديد. حتى سانتياغو برنابيو ريال مدريد بيجدد فيه حاليا وبيعمل منه استاد عالمي اكتر ما هو عالمي اصلا. فانت ليه ما فيش اي تجديدات؟ عنده حق طبعا كريستيانو رونالدو في فكره الملعب. الملاعب يا جماعه هي زي ما هي ملعب التدريب. لو انت اتفرجت عليه من 10 سنين نفسه هو الملعب ده، مفيش حتى ملاعب جديده، مفيش اي تقنيات جديده انت بتشوفها في مانشستر يونايتد. فبالتالي هو عنده حق، مفيش اي بنيه تحتيه. وده دليل ان الجليزرز مبهدلين النادي الصراحه، ما عندهمش اي فكر لقدام، محتاجين حد هو اللي يمشي لهم الدنيا، مش هم اللي يعرفوا يمشوها. فبالتالي هو عنده حق ومظلوم ان هو جه في المنظومه دي لحد الان. يعني نيجي للتصريح الثامن واللي انا شايفه غريب برضه، وهو قال ان جماهير ليفربول دعمته بشكل كبير لما ابنه توفى، ابنه اللي كان رضيع يعني لسه مولود، ودي حاجه فاجئته. وفعلا انا عن نفسي بحيي فيها جماهير ليفربول، ودي كانت حاجه كويسه جدا. وانا ما تلقتش الدعم خالص من جماهير مانشستر يونايتد ولا الاداره الحقيقه. هو ما تلقاش من الإدارة، والجماهير ساندته على السوشيال ميديا، يعني ما كانش فيه تقدير كافي قوي في الأولد ترافورد أو الكلام ده. فهو عنده كل الحق في ده، وده إحقاقا للحق. يعني اتكلم بقى كريستيانو رونالدو على فكرة ان بنته كانت مريضة في الصيف اللي فات، فبالتالي هو ما حضرش التدريبات. ارجع اقول لك ان للاسف ده كذب، ده ما حصلش. لان كريستيانو رونالدو لو كانت بنته تعبانة فعلا كان هينزل صورة ليه في الجيم في الفترة اللي هو كان غايب فيها عن التدريبات ديت، وكمان كان بيدور فيها على أندية. اظن كانت الدنيا واضحة جدا ان هو كان بيدور على أندية، فبالتالي هيروح التدريب ليه؟ ده واضحة للكل. فهنا كريستيانو رونالدو ظالم في تصريحاته عن بنته، والفكرة بتاعت ان هو تغيب عن التدريبات عشان بنته، ومظلوم بصراحة في عدم مساندة الإدارة بالشكل الكافي وبعض جماهير مانشستر يونايتد لكريستيانو رونالدو في وفاة ابنه. نيجي بقى لتصريح غريب جدا لكريستيانو رونالدو الحقيقة، وهو بيقول انا مش عارف ليه وين روني هاجمني، يمكن علشان هو شكله حاليا دلوقتي كده، او علشان هو اعتزل بدري وانا لسه بلعب في اعلى المستويات. فرمل يا دون، ابوس ايدك يا راجل، انت بتعمل ايه يا جدعان؟ والله العظيم الراجل ده اسطوره. وين روني ده اسطوره مانشستر يونايتد. انت كده بتخبط في كل حاجه، انت كده زي ما بيقولوا بتخبط في الحلل، انت كده غلطت في الاداره، ماشي سيبك من الاداره محدش طايقها، يعتبر غلطت
في المدرب، ودي حاجه ما كانش ينفع ان انت تعملها. دلوقتي انت بتغلط في اسطوره النادي الحيه، هداف مانشستر يونايتد التاريخي، دي برضو كانت حاجه سلبيه جدا. نيجي بقى لرد فعل مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد قال احنا استمعنا لتصريحات كريستيانو رونالدو، لسه نتخذ الاجراءات الكامله بعد انتهاء التحقيقات. التحقيقات دي يا معلم لحد دلوقتي متسرب ان هي هتسفر عن تغريم كريستيانو رونالدو 1,000,000 جنيه استرليني، واحتمال كبير ان العقد يتفسخ. فبالتالي احنا نوصل للنهاية. وايه هي النهاية؟ ان رونالدو اخطأ في التصريحات اللي خسرته معظم جماهير مانشستر يونايتد، واللي خلت معظم الاساطير مش عارفين يدافعوا عنه. وريو فيرديناند قال انا مش عارف ادافع عنه ازاي بعد الكلام اللي قاله. ما ينفعش تغلط في المؤسسات النادي، وما ينفعش تغلط كمان في المدرب بتاعك، لانه لسه المدرب بتاعك لحد دلوقتي. وكمان توقيتها غلط خالص، لان هو كمان بيحط ضغط عليه في كاس العالم. وبالمناسبه يا جماعه ده كاس العالم الاخير لكريستيانو رونالدو، هل حد فاكر كده؟ ما اعتقدش. ليه؟ علشان بكل بساطه الناس اتشغلت بكريستيانو رونالدو، وفي دوشه كبيره عاملها على الحوار بتاع نادي مانشستر يونايتد، وفي النهايه انت بتلاقيه ده اخر كاس عالم ليه، ومش هتشوفه تاني بعد كاس العالم في قطر 2022 باذن الله. فبالتالي الموضوع اتحسم. يعني عقليه كريستيانو رونالدو اتغيرت مع الاسف وبقت اسوأ، لانه اختار التوقيت الغلط. وفي نفس الوقت كمان ما ينفعش ان انت تغلط في النادي وانت خسرت كونك اسطوره في نادي مانشستر يونايتد، لان مفيش لاعب اكبر من النادي. يعني مانشستر يونايتد سيظل هو اكبر من كريستيانو رونالدو حتى لو ايه بالذي حصل. هو للاسف خسر كل حاجه. نيجي بقى على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اخطأ في التعامل يا جماعه، خلينا نتكلم بصراحه. اخطأ في التعامل مع كريستيانو رونالدو في موضوع ابنه اللي مات، وكمان في موضوع ان هو بيهندل الفكره رحيل سولشاير برانجينيك عموما، وان هو ما جابش مدرب في الوقت المظبوط، مدرب كويس، مدرب قوي مثلا تين هاج اساسا انه يمسك الفريق من نص الموسم اللي فات ويبتدي يشتغل. كان ممكن تلاقي مانشستر يونايتد في دوري الابطال، اللي انا شايفه بحد كبير هو سبب من اسباب مشاكل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، واللي تقريبا انهت كده مسيرته مع مانشستر يونايتد. لان رونالدو قال لما ارجع هحاول اخلي مانشستر يونايتد يكون في مكان افضل. انت مش هترجع يا معلم، النهايه خلاص اتكتبت. مفيش لاعب يهزق في النادي وفي الاخر النادي يقول له تعالى يا معلم انت هتلعب، مستحيل. مفيش كده في الكوره. الموضوع انتهى للاسف الشديد. كريستيانو رونالدو مش هيلبس تيشيرت مانشستر يونايتد تاني، وكان المفروض يكون في نهايه افضل من كده بدل النهايه الحزينه ديت لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. وهو ان الاداره طالما مع الحاح كريستيانو رونالدو بفسخ العقد، كانوا يفسخوا العقد بالتراضي ويقولوا كده في البيان الرسمي كريستيانو رونالدو يا جماعه احنا فسخنا العقد معاه بناء على طلبه، خلصت على كده. ساعتها كان كريستيانو رونالدو هيكون راضي عن اليونايتد، الجماهير هتكون راضيه عن اليونايتد، وكمان هتلاقي الناس كلها متقبله فكره خلاص كريستيانو رونالدو بقى بلا نادي فهيدور على نادي، وكان ساعتها هيتعاقد مع نادي بيلعب في دوري ابطال اوروبا. فبالتالي مفيش اي حد خسران. دلوقتي كل الاطراف خسرانين، كريستيانو رونالدو واليونايتد، واولهم الجماهير اللي خسرت تواجد اسطوره وخسرت لاعب كنا مفكرين اسطوره، ومع الاسف الشديد ما بقاش الاسطوره ده 100%. سيظل اسطوره النادي بس مش هيبقى في المكانه اللي كان فيها قبل كده، قبل ما يجي في 2021. مستقبل رونالدو، بصوا يا جماعه، هو اعتقد ان كريستيانو رونالدو قال التصريحات ديت اساسا مع بيرس مورجان، وهو تقريبا ماضي مع نادي، مخلص بمعنى اصح مع نادي من الانديه الثلاثه اللي هقولهم لك دول. اولا نادي ميلان ممكن يكون هو خلاص قال التصريحات دي عشان يفسخ عقده، فبالتالي ميلان ينتقل اليه في الدوري الايطالي بالمجان، مرجحه بشكل كبير. نابولي ممكن نابولي يخلص في كريستيانو رونالدو في يناير بمبلغ مثلا 20 مليون يورو ولا حاجه. او النادي الثالث بقى واللي انا شايفه هو ده الاقرب، هو نادي تشيلسي. تشيلسي اللي معاه فلوس كتير ومستعد يجيب كريستيانو رونالدو، مع انها هتكون بتضايق قوي ان انت تشوف كريستيانو رونالدو بيلعب مع نادي تشيلسي وممكن يجيب فيه جول، او اساسا يتواجد كرايفل، يتواجد كلاعب ضدك اصلا، منافس. كل شيء كان سيء في التصريحات دي للاسف الشديد. اتمنى ان مانشستر يونايتد ما يتاثرش والمنظومه دي، لان اللعيبه كلها متضايقه، وتين هاج طبعا متضايق من التصريحات بتاعه رونالدو. واتمنى رونالدو التوفيق في الفتره القادمه، لانه يظل واحد من اللاعبين المفضلين هو وين روني. واتمنى طبعا ان كريستيانو رونالدو يفضل في احسن المستويات على طول حتى بعد اللي عمله ده. يلا ربنا يسامح.
بس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا. اتمنى كنتش طولت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.